هل القمة هذه عندها أهمية كبيرة لدرجة أنه يحضر رئيس تبون ولا يحضر حتى رئيس من الدول المعروفة؟ السيسي ما حضرش، حتى رئيس وزراء مصر ما حضرش، تونس نفس الشيء ما كانش. لأنه مع احترامي الآخر، أعطوني كشما هنا الصورة من واحد من الرؤساء اللي نعرفهم، لا المغرب لا مصر لا تونس لا ليبيا، الدول الافريقيه الاخرين ما نعرفش الرؤساء بصراحه، ما نقدرش نقول لك كان حاضر مش حاضر لاني ما نعرفش. لكن راني نشوف هنا ما كانش. ما بس نشوف تونس وقيل وزير الخارجيه، بس نشوف هذاك وزير الخارجيه الله اعلم ايه اللي راهو نظن هذاك وزير الخارجيه التونسي الله اعلم. اذا يعني مجرد سؤال، هل كان من الضروري ان يشارك الرئيس تبون شخصيا وبكل شجاعه في هذه القمه، علما وأن الاستقبال سيء؟ قمة ما هيش حاجة كبيرة، الملفات اللي ناقشوها ما هيش حاجة كبيرة. كاين ممكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبون راح على جالها هي أنه الجزائر خسرت مقعد لحد الآن، مازال ما خسرتش مقعد اللي هو لحد الآن كاين زوج، كاين نائب رئيس اللي راه تنافس ما بين الجزائر ومصر نظن، لأنه مصر كان المفروض ما ترشحش ورشحت مرشحها باش ينال المقعد، وبالتالي فيه مشكل. والأمر الثاني هو عضوية مجلس السلم والأمن اللي كانت فيه المغرب، والآن الجزائر هي اللي تنافس على المقعد، وراهي فيه تنافس مع المغرب اللي راح يكون الدور الثاني خلال الشهر القادم، ممكن في مارس، ممكن في رمضان يعاودوا يديروا انتخابات. وأعتقد أن الجزائر ستفوز بإذن الله، لأنها وصلت 30، يعني المفروض تحافظ على 30 صوت وتزيد 3 أصوات، لأنه 3 أصوات يكفيها، خاصة إذا انسحبت ليبيا راح تعطينا صوتها أكيد، ونزيد نشوفوا 2 أصوات لأنه مثل ما تكلمت بالأمس، الإعلام المغربي وأذناب الإعلام المغربي من عملاء وخونة يركزون على فشل الجزائر في الحصول على مقعد، ولا يذكرون المغرب، علما أن المغرب فشل، وفشل المغرب فشل ذريع لأنه تحصل على 17 مقعد. الجزائر فشل نسبي بقولها 3 مقاعد، لكن المغرب فشل فشلا ذريعا. أولا 17 مقعد، ثانيا فشل فشلا ذريعا لأنه في القمة الماضية كان عضو بعضوية 34 مقعد، في القمة اللي فاتت المغرب ادى 34 مقعد، يعني كي نقولوا 34 والآن عنده 17 باعتباره خسر. قداش خسر 17، يعني لو خاسر نصف 50% من الأعضاء اللي كانوا مؤيدين وراحوا، بقى محافظ على 17 وراحت له 17، كان عنده 34 مقعد اللي هي المفروض 33، لكن هو ادى 34. إذا الخاسر الأكبر هو المغرب وليس الجزائر. الجزائر أولا لم تكن عضو في مجلس السلم والأمن وخسرت المقعد تاعها، ترشحت ونالت 30 مقعد، إذا راهي في الفائدة، في الدور الثاني تدي 33 و 34. لكن المغرب كان عنده 34 صوت، خسر 17 وبقوا له 17. إذا الخاسر الأكبر هو المغرب الذي لم يحافظ حتى على المقاعد اللي كانوا عنده. من المفروض إعلامنا الجزائري يناقش الموضوع من هذه الزاوية. قال المغرب مش فقط فشل، المغرب فشل وخسر، خسر 17 مقعد، وفشل في الحصول على أو في الحفاظ على مقعده في مجلس الأمن والسلم أو السلم والأمن. المفروض يتناقش الموضوع من هذه الزاوية. لكن الآن نروح لواحد الزاوية أخرى اللي هي مهمة ومهمة جدا في معالجة هذا الملف وهذه القضية. نجد أن الإعلام المغربي، أو نجد أن العلبة السوداء داخل الإدارة المغربية التي تسير الإعلام تسيره بذكاء وبحنكة وباحترافية، لأنه التهجم على الجزائر، وهذه النقطة الأساسية وهذه النقطة المهمة، النظام المغربي يشن حملة شرسة ضد الجزائر
مثل ما قال وزير الاتصال 9000 صحفي. هذو 9000 صحفي مغربي الذين يتهجمون على الجزائر لا تجدهم يعملون في الإعلام الرسمي، يعني مش في وكالة الأنباء المغربية أو في التلفزيون المغربي أو في الإذاعة المغربية، لا، بل تجدهم يا إما في مواقع إلكترونية مستقلة أو تجدهم في جرائد ومجلات أجنبية، مونتي كارلو، لو موند، لو بوان، لو فيغارو، كذا حوايج خطيتهم، يخلصوا يخدموا اللوبيات وكذا 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 ويشنوا هجمات. أنا ما قريتش في الإعلام المغربي الرسمي، بحثت، ما قريتش في وكالة الأنباء المغربية، لم أقرأ في وكالة الأنباء المغربية تهجما على الجزائر بطريقة مباشرة. ممكن انتقاد صح، لكن تهجم وسب وشتم أنا ما قريتوش في وكالة الأنباء المغربية. بينما وكالة الأنباء الجزائرية للأسف الشديد، لأنني أقولها بكل حسرة وألم، أصبحت كوري زريبة، نجد كل الكلمات السوقية والبذيئة في وكالة الأنباء الجزائرية، السب والشتم. يقولوا موقع إلكتروني، تقولوا صحيفة إلكترونية، يقولوا قناة خاصة، تقولوا جريدة خاصة مقبولة، قال يا أخويا مستقلة تدافع عن الجزائر ببذاءة الله يسهل. لكن أن تدافع وكالة الأنباء الجزائرية عن الدولة الجزائرية وتتهجم على النظام المغربي ببذاءة وحقارة، هذا أمر غير مقبول. أنا السعيد بوسديرة مستقل، كي نسب ونطيح ونشتم النظام المغربي والصحافة المغربية مستقل، ماني تبع حتى لواحد، ما تسنيش. بصح أنا لو كان جيت إعلام رسمي أو على الأقل قناة رسمية، أنا ما نتكلمش كما نهضر هكذا، لأنه كاين بعض الناس يقول لك بزديرة توالف تتسب وتشم، لأنني حر، أنا في قناتي الخاصة واحد ما يساني. أنا قبل ما نتكلم في اليوتيوب كنت نهضر في البي بي سي، كنت نهضر في المغاربية تقريبا كل أسبوع، في البي بي سي تقريبا كل أسبوع، في الغد العربي، في فرونس 24. أنا كانوا يستضيفوني في فرونس 24 كنت نهضر. عمري ما نهضر هذا الكلام القبيح تاع السب وقود وشيت وطز فيك وطاطختك، هذه ما نقولهاش. الكلمات البذيئة هذه، والله هذه الكلمات نوعا ما يعني إعلاميا غير مقبولة، ما نقولهاش في الإعلام الرسمي. ارجعوا للارشيف تاعي انا من 2014 نتدخل في قنوات دوليه، قناه الحره في امريكا، في البي بي سي في لندن، فرونس 24 هنا في فرنسا، المغاربيه في لندن، وقنوات كثيره اخرى، حتى في الجزائر النهار كانوا يستضيفوني، قناه النهار استضافوني، الشروق استضافوني، النهار نتكلم طبعا كاعلامي الحمد لله يعني محترم ورزين، ونهضر باحترافيه وموضوعيه، باش نهضر هذا الكلام تاع طاطختك. اذا واحد ما يحاسبني بس دير علاش راك تسب في المغاربه وتسب في النظام المغربي، هذا موضوع اخر. لكن الاعلام الرسمي اللي هو وكاله الانباء الجزائريه لازم تكون اعلام يعبر ويترجم ويعكس صوره الدوله الجزائريه، الدوله الجزائريه كدوله، وليس السلطه فقط، وليس مديريه الاعلام في رئاسه الجمهوريه. لانه انا نقرا معاكم، شوفوا معايا مثلا، اقراوا معايا مثلا هنا في الاعلام المغربي: الجزائر تلجأ إلى سياسة الابتزاز وشراء الأصوات بعد الفيتو الإفريقي. هذه الهسبريس، شوفوا وش تقول الهسبريس اليوم أو بالأمس أو اليوم جمعة 14 فبراير: بعد فشلها في الحصول على مقعد بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عادت الجزائر إلى عادتها القديمة بلعب أوراق سياسية أو بلعب أوراق سياسة الحقائب وشراء الأصوات داخل الفنادق في تجسيد واضح لتآكل الفكر الدبلوماسي لقصر المرادية، وكلام آخر يعني كثير. لكن هذه وشكون؟ هذا موقع الهسبريس. موقع الهسبريس يتهم الجزائر أنها تشتري ذمم الدول الإفريقية من أجل التصويت عليها في مجلس السلم والأمن في الدورة القادمة، أو في أي مقعد من مقاعد الاتحاد الافريقي، لانه كاين كثير من المقاعد، نائب رئيس عضو في المجلس وكذا وكذا، كاين كثير مقاعد. اذا الاعلام المغربي الهسبريس الذي يعتبر موقع الكتروني مقرب جدا لدوائر صناع القرار في المغرب، ويعتبر من اهم المواقع الالكترونيه في المغرب، الهسبريس هذا اللي عنده تقريبا 12 مليون و 13 مليون متابع، وهو تقريبا لسان حال المخابرات المغربيه، هذا الشيء رسمي.
يتكلم ولكن حر. كي تهضر معاه يقول لك الاسبريس هذه مش تابعه لوزاره الاتصال المغربي ولا علاقه لها بالحكومه المغربيه، هذه اعلام حر تعزف على وتر المخابرات المغربيه ولكن حر. احنا نشوفوا اعلام نتاعنا وش يقول. وكالة الانباء الجزائريه هذه تاع الدوله: فشل ترشح المغرب لعضويه مجلس السلم والامن الافريقي، لماذا هذا الخجل؟ اوكي. وكالة الانباء الجزائريه: لماذا هذا الخجل اللافت، ولماذا هذا التعتيم المشين على حقيقه يعرفها القاصي والداني؟ وبعد يستغربوا: المغرب كان مترشحا لعضويه مجلس السلم والامن الاتحاد الافريقي وتلقى صفعه مدويه من قبل الجزائر. هذه لا تليق بوكالة الانباء. الجزائر نالت 30 صوت في الجوله السادسه ولم يتلقى المغرب الا 17 صوت، اغلبها مقابل رشاوي دفعها بكل سخاء ودون اي حياء. نتوقف هنا وكالة الانباء الجزائريه تقول هذا الكلام كلام تافه وحقير، لانه هذا اتهام باطل وادعاء تافه وحقير، لانك لا تملك ادله. انا قلت لكم تقولوا الهيسبريس تتهم الجزائر انها تشتري حقائب ورشاوي، اعلام مستقل. لكن انت اعلام الدوله، وكالة الانباء تتهم النظام المغربي انه شراء برشاوي وكذا وكذا، هذا اتهام خطير. مش اتهام خطير من الناحيه القانونيه، من الناحيه الاعلاميه اتهام حقير. انك تقول بلي شراو، هل تملك دليل؟ كاتب هذا المنشور ولا هذا المقال او مدير وكالة الانباء، هل لديك اثبات ان المغرب اشترى اصوات؟ تقول لي هم يقولوا. يا زايره هم يقولوا راهي جريده مستقله. يا وكريف هسبريس تقول تسبنا، ورقاصة العيون يسبنا، بالكبير ذاك البغل هذاك الروه اللي يروض هذاك يسبنا، وهذو كلهم يسبونا. لا يمثلون المغرب رسميا، ولكنهم لا يمثلون النظام المغربي رسميا. اللي يمثل النظام المغربي رسميا هو وكالة الانباء المغربية او التلفزيون الرسمي المغربي. اما القنوات الخاصة والمستقلة هذه لا تمثل النظام رسميا. اذا ما تجيش تقول لي هم يسبونا، هي هم يسبوك. كون ذكي واعطيك اسمه الهسبريس وحده اخرى جزائريه، اعطي لاي موقع من المواقع الجزائريه، عندك 40,000 موقع جزائري، اعطي القنوات الخاصه وقول لهم ردوا عليهم وسبوا. لانك انت عندما تجد قناه النهار او الشروق او البلاد او اي قناه او موقع الكتروني، وليكن اي موقع الكتروني من المواقع، يتهجم على المغرب، ما يجيش يحاسبك، يجي يهضر معك قال يا ودي هذا اعلام خاص، احنا عندنا حريه التعبير، إلا حبيت حتى ترفع عليه دعوة قضائية ارفع عليه دعوة قضائية، الله يسر لك المحاكم والله يسر لك. لكن كي تلقى وكالة الأنباء الجزائرية، يعني واحد كي يرفع دعوة قضائية ضد وكالة الأنباء الجزائرية، معناتها هو رفع دعوة قضائية ضد وزارة الاتصال، معناتها هو رفع ضد الحكومة، معناتها هو رفع ضد الدولة، لأن وكالة الأنباء الجزائرية تمثل الدولة، تمثل الحكومة، تمثل وزارة الاتصال. إذن عليكم يا همبر يا قاشراشي يا هيشر، عليكم أن تفرقوا ما بين الإعلام الرسمي والإعلام الخاص، واستعملوا شوية ذكاء ولوبيات، وخلوا مواقع إلكترونية وصحف وجرائد ومجلات وقنوات تدافع عن المصلحة العليا للدولة الجزائرية، ولكن لا تتحملون المسؤولية. وهذا اللي كنت نقول لكم، ديروا لوبيات، اخلقوا لوبي في بريطانيا، في فرنسا، في بلجيكا، في سويسرا، جيبوا صحفيين وقولوا لهم ديروا موقع، ديروا قناه، ديروا جريده، ديروا مجله، خلقوا لو موند جديده، خلقوا لو فيغارو جديده، خلقوا مونتي كارلو جديده. عندكم الدراهم، عندكم دراهم ملايير كاينه، خليكم توزعوا فيهم اشعار. 80 مليون اورو سنويا تصرفها لاناب، وراهي تروح. معلومات رسميه، 80 مليون اورو سنويا تدفعها لاناب، رشاوي منا ومنا، يدوهم جماعه الرئاسه، كل واحد يدي 2 صفحات 3 صفحات في النهار للموقع الالكتروني تاعو، وما يدافعش حتى على طاطا اختو، ما يدافعش عليها، مش على الجزائر، والغير يدافع على اختو مش قادر يدافع عليها، مرتو مش قادر يدافع عليها، الطحان السنه يدافع على الجزائر. المهم يدي دراهم يحطهم في جيبه، بصح تقول له دافع على الجزائر يقول لك مش قادر يدافع على مرته، مش قادر يدافع على مؤخرات زكي محمد، طحاهنا تعاوزوا يدافع على الجزائر. اعطوا للناس، عاونوا الناس باش يديروا مواقع ويديروا جرائد ويديروا مجلات عاد باش يدافعوا على الجزائر. لماذا لا نملك في الجزائر مواقع الكترونيه مثل الهسبريس؟
باش فاتوكم الاسبريس؟ فاتوكم أن المخابرات المغربية تدعمهم، تصنع منهم قوة إعلامية ولوبي إعلامي. نعم، الحموشي لأنه ذكي يستعمل الإعلام داخل المغرب وخارج المغرب لمهاجمة الجزائر بذكاء، وواحد ما يشد عليه شعره. غدوة تقولوا الهيسبريس يقول لك خاطيني، هل لديك دليل أن الهيسبريس تبع لنا؟ أعطيني دليل، ما كاش. لكن أنت ما تقدرش تقول له أعطيني دليل وكالة الأنباء تبع لي. وكالة الأنباء تاعك زاهلة يا وكريف، وكالة الأنباء تاع الدولة، تاع الدولة الجزائرية، وتهدر هذا الكلام القبيح رشاوي وابتزاز. هل لديك أدلة؟ هل لديك إثبات؟ يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. كمل. ومن بعد كيزيد يقول لك وكالة الأنباء فلم يعد للمغرب كغيره من الدول في المنطقة القارية ملفات سياسية يدافع عنها أو تطلعات مشروعة يرافع من أجلها، ولا أهداف دبلوماسية محترمة يعمل على جلب الاهتمام بها. لم يعد له شيء من هذا القبيل، وبات همه الوحيد دون أي نتيجة هو أدنى جدوى عرقلة جهود الجزائر والطعن في مساعيها ومبادراتها التي تصب في خدمة العمل الإفريقي المشترك. ومن بعد نعم، بات هاجس المغرب الوحيد في المنطقة القارية كبح المكانة القوية للجزائر في حضنها الإفريقي، والقيام بالمحاولة اليائسة والمحاولة اليائسة لمنع المحاولة اليائسة والأخرى، واسكت يا زايدة، لمنع الجزائر من تولي المناصب القيادية في الاتحاد الإفريقي، فضلا عن زرع الانقسامات في الصف الإفريقي الموحد، وهي المحاولة التي لم يجني منها المغرب سوى الانتكاسة تلو الأخرى يبغى مش تلو انتكاسة والأخرى. وكانت الأنباء الجزائرية مجمل القول في هذا الموضوع أن غالبية الدول الإفريقية لم تعد ضحية لمغالطات المغرب ومناوراته المفضوحة، وصار صف الموالين له والمخرطين في مغامراته يسجل الانشقاقات المتتالية ونفورا تتوسع رقعته في وجه غير مسبوق. الأيام بيننا والغد لناظره. وكانت الأنباء الجزائرية المغرب، الأيام بيننا والله نورينا نحكي لك تطاقتك. تخيل وكانت الأنباء الجزائرية تهدد على المغرب، الأيام بيننا ونوريك. صارك هكذا تضربني صح، الأيام بيناتنا ونوريك. يا زايل هذه ما تقولهاش وكالة الأنباء الجزائرية. هذا الحديث تاع الحمام، طيبة الحمام، وهذا نتاع كما يقول لك تاع الزنق، هذا نتاع الضراير، هذا ما يقولوهش. وكالة الأنباء الجزائرية تمثل الدولة، خلي مستوى عالي. هضر على نشاط رئيس الجمهورية، هضر على كذا. أنا عمري ما شفت وكالة الأنباء الجزائرية في وقت الشاذلي ولا وقت زروة ولا وقت بوتفليقة بهذا المستوى المحط تاع طيبة الحمام، تاع الشوارع، هذا تاع شغل زوج ضراير ولا زوج هجيرات متدوسين في الشارع وشدها من شعرها ونحكمك وندير لك ونوري لك درك تشوف. هذا واش صار في وكالة الأنباء الجزائرية. وإن لناظره لقريب، وندير لك ونصنع لك ونحكمك وندير لك الصابون ونزلق ونحط لك حبة بنانة وتزلقه. توين على والديك ولاد الذين ولاد الكلب. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وأشكركم من القلب على وقتكم الثمين ومتابعتكم الطيبة. إذا استمتعتم بالمحتوى ووجدتموه مفيدا، لا تنسوا دعمنا بالضغط زر الإعجاب، فهو يعني لنا الكثير ويساعدنا على النمو. أيضا أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى تصلكم كل التحديثات الجديدة أولا بأول. مشاركتكم وتفاعلاتكم هي التي تجعلنا نستمر، فلا تترددوا في ترك تعليق أو اقتراح أسفل الفيديو. شكرا مرة أخرى على دعمكم وثقتكم. نلتقي قريبا في فيديو جديد بمشيئة الله. إلى ذلك الحين كونوا بخير ودمتم في أمان الله ورعايته.